السكتة دي سلام هنا للرجالة الصح، الرجالة اللي بتفهم في الأصول، مش العيال اللي مخربطة. ولكن النهارده جينا لكم بفيديو جديد، ولازم قبل ما تبدأ في حاجة ما تعرفهاش تعرف عن نفسك. أنا محمد بياع التين الوثيق، هرحب بكم من جديد وصلوا على النبي وخلونا نخش في الفيديو. طب يا جماعة من كام يوم ظهر لنا واحد بياع طين، الراجل في وشه قبول الصراحة، نكذب احنا بنقول الحق. ظهر الراجل على كل مواقع التواصل الاجتماعي، بل ربما كمان بيعمل لقاءات، واكيد في كاية الحالات شفت له فيديو. وطبعا الناس حاولوا شكوكها الاثنين، ناس تقول لك ده ظابط ومتنكر، وناس تانية تقول لك لا الراجل بياع طين عادي مفيش مشكله. ولكن احنا كمصريين بنحب نحط التاتش بتاعنا، كل حاجه عندنا ما تتقفلش كده، لا لازم نعمل لها سيناريو، نعمل لها فيلم ونالف ونصدق التاليف. والراجل ده زي ما انتم عارفين كانت في واحده اجنبيه بتشتري منه طين، وهي السبب في شهرته، شافت ملامحه المصريه الاصيله لكن مش اكتر منه، انا ملامحها انكر، وراح الفيديو بتاعها تخطى ال 10 مليون مشاهده، وبدا بقى من هنا عمل لنا صفحه جديده وعمل لنا تيك توك. السلام عليكم، مصطفى بتاع التين بيمسي عليكم وبيقول لكم دي الصفحة بتاعته الخاصة ليه، وبيحييكم وشكرا ليكم، شكرا ليكم والله. الراجل في وشه قبول الصراحه يعني، والجو حر يا جدعان، ايه اللي خلاني البس الجلابيه دي؟ عشان خاطر اصور لكم الفيديو اللي انتم مش هتحطوا له لايك. ما ينفعش كده، وانا هقعد اقدم لكم محتوى حلو مش هتقدروني. انتوا عايزين محتوى اتفرج يلا. هدي عليكم في صلاه الفجر. الجيبه ازاي ده؟ بكام التين الشوكي لو سمحت؟ 30 جنيه. حول اسمراني عيونه سمرا والجدع راضي ورجوله. مصطفى الوسيم جدا، سالوني قالوا لي ممكن نصورك، سالت حضرة الضابط ما بحبش الاغنيه دي غيرها. تعليماتك يا باشا. كام تينا؟ حضرتك متنح لي ليه يعني؟ فين التين الشوكي؟ يعني ده مش فيديو، انت شوكي بجد مش ببيع. تمام يا سعاده الباشا. غروب الشمس واقف على البحر بعيد. البت دي دمها خفيف وملهاش حل، كل فيديوهاتها بتعمل عليها سكتشات لكن بطريقه محترمه وحلوه وبتضحك، دمها خفيف. اللي بعده ازاي تبسط اولادك ب 3 جنيه. انا عندي ما تجيبهاش خالص. انت بخيل قوي 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 بجد، ايه ده؟ مش للدرجه، اصل الموضوع مش مستاهل يا جدعان. 3 جنيه يعني، وانت عندك 3 عيال ب 12 15 20 جنيه يا جدع. 3 جنيه مره واحده كده تجيب كيكايه الله يكون في عون عيالك. عندك حق. تودع حلمي كل يوم تستفرد بيك الهموم. الهموم مش سايباني يا اخويا، الهموم مطهجاني في عيشتي. كلكم والغربة والجرح كبير. حط له بوتادين طالما كبير، الجرح عشان نيتك الوحشه بتروح في حته ثانيه. اللي بعده لو اتعرض عليك التمثيل ودور اغراء توافق ولا ترفض؟ على حسب، لو مش يعني ملامح جسمي مش باينه قوي انا موافقه. نعم. ده بجد ملامح جسمك مش باينه، ده انا مداري بلاوي في الفيديو على فكره، انا احب الاحتشام. على حسب، لو مش يعني ملامح جسمي مش باينه قوي انا موافقه. لا جدع. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. صاحبي بيحكي لي قد ايه هو بيحبها. سنين شايفك في احلامي بنادي عليكي ضميني ليالي كنت. انا مكسوف اقول له اني شفتها ماشيه مع واحد غيره، لا قول له يبقى انت كده خايف عشان يشيلها من دماغه وتخطاها. الساكت عن الحق شيطان الاخرس. خش الميت انت تحطي على السايلنت، انت وموبايل اثنين. دي مغنيه ولا واحده صاحبتكم وعاملين فيديو هزار وكده؟ مش فاهم بجد. دي تبقى مشكله لو واحده بتغني بجد والناس دي قاعده بتتفرج وبتسمع، مع احترامي الكامل ليها صوتها مش حلو ولا كلمات، اللي انتوا الاثنين صامت على الموبايل. يلا من هنا. دي الداخليه المصريه يا كده. دي الداخليه المصريه اليومين دول، اي حد بيعمل حركه على السوشيال ميديا حطه من قفاه. لكن الفيديو بجد قد ايه خطير يعني، هو بس زقها كده قالت الحقوني الشرطه، راحت على طول الشرطه فاتحه الباب، الشرطه معاه المفتاح ما كسرتوش عشان الاخراج وكده. بجد ادائكم رائع والتمثيليه اروع، يا بخت اللي ما شافهاش. اللي بعده
قومي ياما قومي يا حاجه، انت واكله محشي لما قالها بس فاكره نفسها رفيعه، نسيت روحها عبالها رشيقه. عبالها رشيقه مين؟ دي قطمت الرخامه قطم يا جدعان. لا وراحت ترمي نفسها. الله يكون في عون الرخام، الرخام غلي دلوقتي. اللي بعده عندك مشكلة في open لايف ستايل شوية؟ بيكيني مثلا؟ بيكيني على البحر؟ لا ما هو ده مكانه يعني. بجد والله شايفين عندك مشكله على البيكيني على البحر؟ لا عادي ده مكان. عارفه لو في الشارع هعورك. هتقولي لي ليه؟ هحكي لك. اصل البحر مش هشوفك عليه رجاله الرايح واللي جاي يتفرج بقى على لحم مرات، لكن في الشارع ده مش مكانه. عايزه الناس تقول عليك ايه؟ ما بتعرفيش تلبسي، ما عندكيش ذوق. عايزه الناس تاكل وشي، مراتك لابسه مايو في الشارع لكن على البحر عادي. حبيبي لو انت قاعده على البحر ولابسه بيكيني وانا عديت وشفتك، يبقى انا هشوفك برضو في الصوره لابسه بيكيني، ما انا كده كده بشوفك. مالكش دعوة بالناس؟ لو قعدنا نفكر الناس هتقول ايه في كل قرار بناخده في حياتنا، مش هناخد قرارات يعني، صح؟ انت عايزاه يكون اوبن مايند 5G، لكن هي مش عايزه يكون راجل. هي فرحانه بقراراته، بقول لها انا لو ركزنا لكلام الناس مش هنعمل حاجه في حياتنا. انا معاك في ده كويس جدا، لكن مش هبقى بلحمه مرات. هم بنات اليومين دول عايزين كده، مش عايزين واحد يشدهم كده، لا عايزين ايه؟ واخدين واحد اوبن مايند. السكتة دي. السلام عليكم يا اخويا. وعليكم السلام يا فندم، نورتنا. عايز واحد قهوه بالله عليك. حابب القهوه تركش كوفي ولا اسبريسو؟ تركش؟ لا اكسبريسو دي حلو. اسبريسو. عايز دبل ولا سنجل؟ انا سنجل. جايب لي عروسه ولا ايه؟ اسبريسو يا فندم. دبل دي حلو. كده حساب حضرتك 30 جنيه. هتحاسب كاش ولا فيزا؟ فلوس عادي. فلوس. ده لما تروح تطلب قهوه من ايجيبت بيكون دي اساليبهم، ولا اللي بيقفوا يا جدعان على الكاشير بجد تربتت شوجر انطب بنتر بنتت وايت. حبيبي انت بتقول ايه بجد؟ يعني انا عايز اخد كورس انجليزي ويا ريتني بفلح فيه عشان خاطر اترجم معاه. انا ببقى واقف عامل كده اللي هو مع ان الموضوع بسيط يعني. بكل صراحه الصراحه. قال لك ايه؟ قال لي زهقت منك. والله قال لك كده؟ قال لي زهقت منك. قال لي انت هرايه كتير. قال لي بتحبي ترغي كتير في كلام تافه. قال لي ما بحبش الاهتمام زياده عن اللزوم. بص يا بنت الحلال، يبقى ده كده ما بيحبكيش ولا عايزك ولا طايقك ولا طايق حتى نفسك. عشان تبقوا فاهمين حاجه، اقول لكم على حاجه حطوها قاعده دايما كده في دماغكم: لو كان الراجل مشغول انشغال الدنيا كله عمره ما هينشغل عن حد بيحبه ولا هيفوت يوم الا لما يسمع صوت. ده رقم واحد. اصل مع حق انا بتكلم كتير في مواضيع تافهه حبيبتي، من غير زعل او من غير ما اي حد يزعل، كلكم نص كلامكم تافه. انتوا بتعملوا من الحبه قبه على حاجات اتفه من التفاهه، ده بجد والله، وده عقلكم وربنا خلقكم كده. لكن بيكون على قلب اللي بيحب بجد، بيكون على قلبه عسل. لكن اللي ما بيحبش لا هيكون طايق منك كلمه ولا طايق منك تصرف ولا رغيك ولا كلامك ولا اي حاجه. ده عنده ممكن ينام على الكون او هو بيكلمك وانت عماله تحرقي وصاحبتي كانت شعرها وقصت ضفيرها وصبيحها الصغير اتعور واتدخل في الحيطه وهري ملوش داعي، هيبقى سامع كده وممكن عينه تقفل وينام. لكن مش هيقول لك انا مش عارفه ايه وايه وايه. ده كده مش طايقك ومش عايزك، فتخلي عندك دم وتاخدي بعضك وتمشي وتشوفي لك حد غيره. لكن ما تبرروش بقى، فاهمين بالي؟ ولا تفتكروا ان النقص عندكم، انتوا كاملين وزي الفل، لكن انتوا اللي عينيكم اللي جايباكم مره. انتوا بيبقى قدامكم الحاجه كويسه والحاجه العفشه، نموت على الحاجه العفشه. طريقكم اللي بعده. بتفهم نظرة عيني في قصة حب ما بينها وبيني، تنفع فيلم اسمه سحرتيني يا روح قلبي. مش بطلع من شتا بحس بحنيتها في صوتها، لو بتقلب موضة عايز انا جنبي. لا لايقه الاغنيه. اقسم بالله وحشتيني. عندك مشكله في البيست فريند ولد؟ دي حاجه هيدي نو واي من حياتي ما هكون هيدي نو واي من حياتي ما هكون عندي مشكله فيها. انا كتير واثق من حالي، وانا دايما بقول لك من الاخر عم اسمع اصوات. انا معاك انا هنا مش عارفه يعني. يا حبيب قلبي، كل البنات بتحب الراجل المعرض اللي ما بيعارض على اي شيء. انا واثق من نفسي، ملهاش علاقه. ما علينا يعني، وكل واحد على حسب دمه. رد علي مش قادر اتنفس. يا جدعان، انت يومك هيبقى ايه فلالي؟ هتفضل قاعده ما بتتكلمش وعامله كده. مالك؟
مفيش إشي. مالك؟ مفيش إشي. في إيه؟ مفيش إشي. طب قولي لي في إيه اللي مزعلك؟ مفيش إشي. وبعد سكوت وصفاء لمدة 10 ساعات لدرجة إن أنت ممكن تنام تصحى تقول لك أنت في واحدة هرشت في ودانها جنبك، أنت ليه خليتها تهرش في ودنها وهي قاعدة جنبك؟ انت نايمه يا اما. بالك بقى إن أنت سبتها ورا وخدت واحدة ثانية في إيدك وطلع بيها، هي عملت لك كده. لكن قابل شفت دي اسود من ده، مش يومك ده، خد لك اسبوع كده. لك شيء انه انت شلون ظبط معاكي حجاب من فوق وسيل من تحت؟ شايف اللبس هاد مدوخ نص شباب الوطن العربي. مدوخ نص البنات العربي ده من الريحه. ايه اللي انت عاملاه ده يا ماما؟ ايه الطرحه من فوق؟ ايه القصر ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين ابوك ولا فين اخوك ولا فين؟ ايه الدلع ده؟ النص اللي فوق مسلم واللي تحت يهودي. البنات دي عايزه تجزء اللي بعض. انا تخيلوا انا وتعرضت للخيانه. تخيلوا يعني انا عايزاكم تتخيلوا كده اني ايه يعني عادي اجمل منك وبيتخانقوا 100,000 مره. ايه ده؟ ليه البنات في بعض بنات عشان تبقى بيضه فبتبقى فاكره نفسها ان هي كده اجمل واحده في الدنيا، مش بالبياض ولا بالسمار. في واحده تبقى سمراء لكن ملامحها جامده والبت فرس ماشي. ده مبدئيا يعني انتوا بتبقوا واخدين فكره غلط ان انا واتخان. طب وايه يعني؟ اجعص جعصه في الدنيا بتتخان. فايه الغرور اللي عندكم ده؟ ما تتخاني. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعض. طب وليه يا حبيب قلبي كل البعزقه دي؟ انت ايه؟ انت ناوي تخرب ميزانيه الدوله ولا ايه؟ ما كنت تكتبهم كلهم في ورقه واحده. يعني ليه التكلفه وتقطيع ورق وكل ورقه؟ ما تكتبهم كلهم في ورقه واحده وشغل غساله كده. بسم الله ما شاء الله عليك بجد. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.